السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل أكلة خفيفة وبسيطة قوي واقتصادية جدا جدا. يعني الأكلة دي كلها ممكن تعمليها بربع كيلو بس من اللحمة المفرومة. يعني أنا عن نفسي عاملاها ب 300 جرام بس مش أكتر والله. دي عبارة عن بتنجان وبطاطس. البطاطس دي أنا مش محمراها ولا حاجة خالص ولا حتى سلقاها. أنا مسويها على طول في الفرن. طبعا انا باقل كميه زيت ممكن تتخيليها عملت الاكله دي، ما فيهاش ايدام كتير خالص. بصي بقى يا ستي، انا هنا ببقى مقطعه البتنجان بتاعي، بحاول اجيبه يكون كبير وطويل كده، بحيث ان انا لما اقطعه يديني الشكل اللي انت شايفاه ده. بقطعه، بس طبعا انا قطعت الحاجات دي في الاول عشان يعني ايه ما تاخدش مننا وقت. قطعته كده رفيع قدر الامكان، وحطيته في ميه وملح. بصي بوريكي التخانه بتاعته هنا قد ايه. واحطه في الطاسه هنا، يا دوب انا هشوحه بس على الوشين لحد ما يطرى علشان اعرف ابرمه، يعني اعرف احط فيه اللحمه المفرومه وابرمه. اكله جميله قوي وتشرفك على يعني احلى سفره. لازم هنا على نار هاديه، واكون مغطيه الطاسه بتاعتي علشان البتنجان يطرى، وفي نفس الوقت ما يعني ايه ما ينشفش منك. يعني اقصد يستوي وما ينشفش منك، يطرى بسهوله. يعني الغطا ده بيخلي البتنجانيه تطرى بسرعه. بصي هنا بخاخة الزيت دي انا برشها كده. البخاخة هي سحر، عشان انت كنت عايزة تشوفيها. سحر اخت جوزي دايما بتسألني على بخاخة الزيت دي بعملها ازاي او بجيبها ازاي. انا هنا معايا كمية اللحمة اللي تحبيها، وشوية دي بصلتين على شوية فلفل مقطعهم حراق على بارد. ويا دوب بصي يا دوب، يعني والله ما فيش يعتبر ايدام. معايا هنا ملح وبابريكا وفلفل اسمر وسبع بهارات. بعصج بيهم اللحمه دي. خلاص هي كده استوت، بصي مفرفره خالص لان ما فيهاش اقدام كتير. يضيف الاكله دي كلها انا اعتبر معتمده على شويه الزيت اللي برشهم تحت العصاج، او برشهم تحت البتنجان بس. يعني لو اقول لك 3 معالق زيت في الاكله دي كلها مش هتصدقيني، وخفيفه وجميله قوي قوي. بصي انا هنا بختار البتنجان اللي بيبقى في الحروف من هنا ومن هنا، بيبقى تخين شويه، يعني مش هيتلف معايا. ده بحطه في القعر تحت، بحيث ان الرول بتاع البتنجان اللي انا بلفه ده ما يلزقش مني بعد السوا. طبعا هو كل حاجه هنا مستويه، يعني انا هدخله بس ياخد وش بس في الفرن، لكن كل حاجه مستويه يعني. بصي بقى، هنا دي لقيتها مقطعه كده، وبرده فيها حته تخينه كده شويه، رحت مكمله بيها فرش الصينيه من تحت بس. وهبتدي بقى الف البتنجانات بتاعتي كلها بالشكل ده كده. والله جميلة قوي، واكلة بسيطة وسهلة وشكلها حلو قوي، وخدتش مني لا وقت ولا مجهود ولا حاجة، وطعمها حلو قوي. عايزة اقولك انهم خلصوها في نفس اليوم يعني. ممكن تغيري في الحشوة، يعني ممكن بدل لحمة مفرومة تحطي صدق. بصي لو حتة مقطوعة بقولك ايه، بتجيبيها على بعضها بتقفليها، وخصوصا ان بتنجانية عريضة يعني، وبتلفيها الرول كده، وهي هتقفل مع بعضها في الفرن تاني. مفيش مشكلة خالص. بصي هنا في حتة مقطوعة معايا، حتة تانية رفيعة حطيتها في قلبها، عملت لها زي دعامة كده يعني. بصي اكله سهله قوي وبسيطه قوي قوي، مفيش اسهل من كده. هخلص البتنجانات بتاعتي كلها. هنا دي طويله ومقطوعه من الجناب. بصي بوريكي ان انا ممكن الفها زي اكني بلف صبع محشي، ورق عنب كده. اي طريقه انت تقدري تمشي حسب شكل البتنجان اللي عندك كده. بصي، وطبعا كل ما تجيبيه متساوي كل ما يبقى احسن يعني وافضل. انا هنا خلصت البتنجان بتاعي كله. بصي هنا انا جايبه بطاطس قشرتها وقورتها. دي ربع كوباية بس بحطها من تحت كده، وبدخلها الفرن. ربع كوباية دي هي كده كل حاجة مستوية، بس ربع كوباية دي بس علشان خاطر الصينية بتاعتي الحاجة ما تلزقش فيها، عبال ما تغلي غلوتين كده خلاص. انا هنا بجيب البطاطس بتاعتي. يعني البطاطس يعني يا ريت كلها تبقى حجم واحد، والتقويره تبقى واحده، يعني ما تفضيش واحده قوي تقوريها جامد، واحده لا حته صغيره عشان تاخد سوا بعضيها. الحشوه هنا برضو دي اختياريه، تحشيها زي ما يعجبك ان شاء الله. يا رب تحشيها جبن. البطاطس دي نيه خالص، انا مش عامله فيها حاجه خالص، ولا مسلوقه ولا اي حاجه. طبعا انا حشيتها بالعصاك، وحطيت فيها نص كوبايه من الميه، ودخلتها برضو الفرن لحد ما استوت تماما. انا هنا بعد ما طلعته عامله جنبه شويه رز ابيض. معايا بقى زبدايه هنا،
وحطيت عليها حته صغيره جدا، ربع معلقه كده من الثوم وملح وفلفل اسمر على الزبادي، وهربها كده، وهبتدي اغطي بيها الوش بعد ما طلعت من الفرن وهي لسه سخنه. ما عندكيش فكره، كوبايه الزبادي دي بتنقل الاكله في حته تانية خالص. طبعا لو حابه تاكليها كده مفيش مشكله، بس بصراحه كوبايه الزبادي دي او معلقه الزبادي اللي بتوزعيها على كل بطاطسايه دي بصراحه بتدي طعم حلو قوي قوي للاكله دي. اكله خفيفه واقتصاديه، ما فيهاش اي حاجه يعني مكلفه ولا اي حاجه غريبه، وتقدري تعمليها. طبعا ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، ورب الاكله دي تكون عجبتكم، وتعملوها وتطبقوها كده وابعتوا لي الصور. يعني اللي تعمل الاكله دي وتعجبها كده تبعت الصوره تفرجهاني. بصي جميله بصراحه البطاطس، بصي مستويه جدا جدا، حلوه قوي قوي جميله. حبيتي تقللي الحشوه تزوديها زي ما يعجبك. بصي هنا البتنجانيه خديها الرول كده على بعضها، بتتاكل كده بالشوكه مره واحده من جمالها. جميله جميله، طلعت كمان البتنجان قطع من البطاطس. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. بحبكم في الله واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.